اليوم راح اسوي لكم الفرق بين القص العراقي والشاورما السورية. تعالوا نشوف ياهو الاطيب. راح ابلش بالمقارنة بالقص العراقي يا مطعم الحجي. احلى شي لما تاكل القص العراقي الصمون حار وفرش وجديد مسوي بالمطعم. طريقة اللفة القص العراقية فقط طماطة ولحم، وبعدين تخلي عليها الرشة مال صاص، وهنا اللفة حتكون جاهزة وكلش طيبة. مو شرط تاكل القص العراقي بالصمون العراقي، تقدر همينة تاكله بالخبزة مال التنور العراقي، همينة بصراحة طيبة، يخلي اللحم ويخلي عليه طماطة وبعدين الصاص، وتقدر تحط انت زلاطة او طرشي عراقي او اي زلاطة انت تحبها يقدر يخلي لك عليها. هذا القص العراقي اللي هو غني عن التعريف. نقول بسم الله. وبصراحة طعم القص العراقي بالصمون كلش طيب، واكيد ويا القص لازم لبن اربيل الاصل العراقي. اضرب. خلصنا من القص العراقي. طبعا القص العراقي كلش طيب، وهسه رايحين نجرب الشاورما السوريه. اجيت على الكرماكس اشتراسه يم شاورما الطازج. بصراحه الشاورما مالتهم كلش طيبه ونفسيتهم كلش حلوه وكريمين. سوالي عصفوره على قولة السوريين، هاي العصفوره تخبل. طريقه اللفه السوريه خلي عليها هنا ثوم وبعدين مخلل وبعدين ينزل من الشيش ما شاورما ويخلي بالسندويشه. والله بصراحه السندويشه يمهم كلش طيبه ونفسيتهم كلش حلوه، وخلي عليها دبس الرمان. اهم شي قلت له معلم سأسئ لي اياها على قولة السوريين، وبعدين يخليها على الحماصه بس تكمل يخلي لك عليها لحسه مال ثوم وعصفوره. اهم شي بس تروحون قولوا له هذا الشخص ابو شام، قول له احنا جيناك من طرف علوش رح يضبطكم. اول شي بلشت اذوق الشاورما، هاي القطعه يسموها عصفوره. والله كانت بصراحه طعمها كلش طيبه وتشهي. هنا كمشتها وعطتها بعضه، وبصراحه الطعم مالتها خرافي. هسه تقولون علوش ليش واقف برا وقاعد تاكل؟ لان ما شاء الله المطعم ازدحام ماكو مكان، فاضطريت اصور انا وقاعد اكل برا. الفرق بين القص العراقي والشاورما السوريه اثنيناتهم اكيد طيبات. القص العراقي له محبينه، والشاورما السوريه طبعا انا اكيد من عشاقها وكلش احبها، بس اكيد القص العراقي كلش طيب. فانتوا كتبوا لنا بالتعليقات ياهو الاطيب، القص العراقي لو الشاورما السوريه، انتوا شو تقولون؟ وهاي بلهجه سوريه معلم مشان الله ضبطني. والله وضبطوني بصحن كريسبي وصحن عربي. بصراحه مالتهم الاكل كلش طيب وخرافي، جربوه.